والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم النهارده في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهارده ان شاء الله هنرجع لحاجة بقالنا فترة يعني من الزمن ما عملناهاش، وهي ريتاتش. تابع معايا الدرس. يا اخر ريتاتش عملناه ده كان بقاله من ايام ما كان منتخب في البطولة. في درس النهارده ان شاء الله احنا هنستخدم الصوره اللي باينه قدامكم دلوقتي على الشاشه دي. الصوره دي من تصوير ميدو فوتوغرافي او ميدو من غير فوتوغرافي. دي صفحه الفيسبوك بتاعته اللي عايز يخش يتواصل معاه او يطلب منه شغل او اللي عايز يتابع الشغل بتاعه. دي الصفحه اللي عايزها هيلاقيها تحت في الديسكريبشن. شكرا بجد يا ميدو على الصوره. ودي صورة صفحة الفيسبوك بتاعت القناة اهي. هتلاقي عليها الدروس بتنزل اول باول. اللي مش بيبقى عارف الدروس بتنزل امتى ممكن يتابع هنا، وبيتقال يعني عليها امتى الدروس هتنزل وكده. تمام، ما تنساش اللايك للصفحتين دول، ويلا نبتدي الدرس. تمام، دي الصورة. الصورة المرة دي في درس النهاردة يعني انا هفتحها كأني بفتحها لأول مرة. انا مشتغلتش عليها قبل الدرس خالص، فكأننا هنبتدي الشغل عليها من دلوقتي. تمام، اول حاجة هنعملها ان احنا هناخد كوبي من الصورة. خلاص الحاجات دي بقت بيزكس يعني، حاجات قديمة. بدل ما تستخدم كاميرا رو فلتر عشان انت الفوتوشوب بتاعك مفيهوش كاميرا رو فلتر، تقدر تستخدم البديل من ايمج ادجستمنت وتنزل عند شادوز اند هايلايتس، نفس الادوات بالظبط. فانا هستخدمها النهارده عشان الناس اللي ما عندهاش كاميرا رو فلتر يعني، وما بتبقاش عارفه تعمل ايه. تمام، احنا اصلا بنستخدمه ليه اساسا؟ كده كده الشادوز والهايلايتس بيبقى احيانا الصوره بيبقى فيها حاجه اسمها هاي اكسبوجر، او يعني بيبقى الاضاءه فيها زياده عن اللازم. فانت منها الهايلايتس هي الاضاءه، والشادوز هي الاماكن اللي اضاءتها هاديه او فيها ظلال يعني. فانت تقدر من الهايلايتس من هنا تقدر تقلل الهايلايتس او تعدمها خالص، او تخليها باينه جدا زي ما هي باينه كده. فاحنا هنقللها بنسبه بسيطه يعني ما توجعش العين. والشادوز ممكن نفتحها شويه وممكن تغمقها كده. فانا هغمقها عشان انا عايز مناطق سودا كتير تبقى في الصوره ان شاء الله. وتدوس اوكي بعد ما تخلص طبعا، يعني كل اللي انت هتعمله تدوس اوكي. تمام، هناخد دلوقتي كوبي تاني من الصورة عشان لو عايزين نعمل اي تفتيح او تغميق شايفينه ان هو يناسب مع الصورة. تعمل نيو لاير ومن شيفت F5 او من اديت فيل تختار 50% رمادي او 50% جراي على حسب انت عامل الفوتوشوب بتاعك لغته ايه يعني، وتدوس اوكي. تمام، بعد ما تعمل كده خش من قائمة المود يعني، غيرها وخليها من نورمال لاوفرلاي. الاوفرلاي زي ما قلت قبل كده كتير قوي بيخليها بدل ما هي رمادي فجأة تبقى شفافة. فلما تعمل عليها اي تغميق او تفتيح بيبقى التغميق والتفتيح بس من غير الرمادي. طب ليه ما تعملش تغميق وتفتيح على الصورة من غير اللاير ده؟ بيبقى اسهل شوية عشان انت ممكن تبقى اكتشفت ان انت عملت حاجة غلط ونسيت تاخد كوبي من الصورة ومعرفش ايه، فده بيغنيك يعني. تمام، هنجيب دلوقتي هنزوم يعني الاول على المناطق بتاعت جسم الموديل. يعني احنا مش هنغمق ونفتح حته مختلفه. فهنيجي دلوقتي باداه التغميق، وطالما انت عامل دي اوفرلاي يبقى تكون حسيس شويه في الاكسبوجر بتاعها. فانا هخليه 15 او 12. قيمه قليله لكن هي القيمه بتنفع، هي دي اللي بتنفع مع الاوفرلاي. لان الاوفرلاي على راي يعني زي ما اسم على مسمى كده هو اوفر فعلا، فبتحتاج تعمل معاها قيمة قليلة. بنغمق ونفتح ازاي؟ قدامك جسم اسطواني زي الدراع كده مثلا، اطرافه اليمين والشمال غامقين وفي النص بيلمع. ده اللي بيبين ان الدراع كأنه ملفوف شوية، يعني ملفوفة كده شوية. تمام، فانا هغمق الدراع من الجنبين. وطبعا انت هتبقى تحتاج تتك كتير يعني شوية عشان بتبقى القيمة قليلة شوية فما بتبانش بسرعة يعني. تمام، نيجي عند الرقبة. برضو الرقبة جسم اسطواني، فمن الجنبين هتغمق وفي النص هنا هتستخدم أداة التفتيح. تمام، هنا عند الإيد. منطقة الوش هنا دايما الحتة بتبقى اللي عند الرقبة الدقن كده، دي اللي فوق الرقبة يعني عند الدقن هنا دي، فدي بتغمق شوية وبتغمق أطراف الوش من بره كده.
وتجيب دلوقتي اداة التفتيح، محتاج تفتح شوية وتغمق شوية عشان ملامح الصورة تبان معاك. فتمام، انا هخلي الاكسبوجر بتاعت على التفتيح هخليها برضو، هخليها 15 اهو. دي اداة التفتيح ودي اداة التغميق اللي تحتها على طول. وهفتح الحتة اللي في المنتصف، اللي او بمعنى اصح الحتة اللي احنا سيبناها وما فتحناهاش، والحتة اللي انت تلاقي فيها يعني سنة عصب كده او عضل، دي تتك عليها شوية في التفتيح والتغميق عشان تبين ان الموديل يعني ايه، ربنا كرمه يعني. ونفتح منتصف الرقبة من هنا، وبرضو الصباع زي ما قلت يعني برضو اسطواني شوية، فتفتح اللي في النص وتغمق الاطراف. منطقة الخد احنا سبناها، فتحناها دلوقتي اهو. والشفايف والحتت المضيئة تتفتح شوية برضو. يعني هي وظيفة اصلا التفتيح والتغميق هو يعني ابراز المناطق اللي مش باينة في التصوير الحقيقي. تمام، يعني انا ممكن دلوقتي بالتفتيح والتغميق العروق اللي باينة في دراع او في ايد الموديل دي اقدر اغمق حواليها اهو زي كده، فتبقى باينة زيادة عن اللازم، تبقى ظاهرة زيادة عن اللازم، فبتخلي كأن الموديل عنده العروق بارزة زيادة عن اللازم. مهم. تمام اهو، عروق ببلاش. ولو لقيت حته الاكسبوجر فيها انت التفتيح والتغميق عندك بايظ فيها قوي زي حته الوش هنا دي، اقدر اجيب فرشه بلون، احول بس المود، اخد اللون دوت بالقطاره، وكده انا لو استخدمت اللون ده بالفرشه هيبقى كاني بستخدم استيكه بس من غير ما امسح اللاير الرمادي. اجيب الفرشه واقدر اهو امسح كده، بس اخلي يعني الاوباسيتي 20%، وابتدي امسح هنا. تمام، برضو نفس شغل التفتيح والتغميق على البنطلون. هتلاقي في بعض الاحوال بقى ان في صور مضايقاك ان هو الاضاءة جاية من سايد واحد بس او من ناحية واحدة بس، فدي بتبقى مضطر فيها تمشي مع الشمس، ما تتبعش سياسة النص والطرفين دي زي الرجل دلوقتي كده. هجيب اداة التفتيح وافتح منتصف الرجل من هنا كده، وتفتيح زيادة عن اللازم في الطرف من هنا عشان الشمس، وهنا الحتة المستخبية عن الشمس تعمل الطرف بس. هتبقى بتلاقي نفسك بتدوس كذا دوسة. والجزمة كمان ممكن نعمل معاها كده، بنعز مقداركم يعني طبعا. وبرضو التغميق في الجزم بيبقى يعني حلو، بيخلي ان الجزمة باينة بلاك اكتر كده، وبتبقى باينة كأنها جزمة جديدة جدا، مش ما اتلبستش اساسا. اهو برضو بتعامل مع الجزمة على انها جسم اسطواني، بغمق الاطراف وافتح الجناب، قصدي اغمق الاطراف واوسع، افتح الجناب. محدش كلمني دلوقتي لو سمحت. تمام، زي ما هو باين معاكم اهو. وفي التنايات دي برضو ممكن تعلي بقى الاكسبوجر شويه، بلا 15 ولا بتاع، احنا ممكن نخليها اساسا 50، وتفتح حتت في البنطلون من التنايات، الحتت الفاتحه، يعني ما تجيش تفتح لي الظل. ممكن افتح الحته دي تفتيح، بس التفتيح هيبين قوي، وفي الكسرات الواضحه يعني، مش في كل البنطلون طبعا. والحته اللي هنا وتقدر ترجع تقلل الاكسبوجر تاني وتخليه 15، وتفتح منتصف الشيرت من هنا كده، ويبقى كده تمام جدا. تشوف القبل والبعد هتلاقيها عملت فرق. تمام، انا دلوقتي هقص الموديل، معرفش اقصه ليه، بس دايما وانا بشتغل بحب اقص الموديل عشان احتمال ابقى عايز اعمل فوكس، اعمل فكرة مجنونة، حاجة ان شاء الله جت في بالي هتخلي الموضوع حلو، فهختصر حتة القص عشان في وقت هيضيع فيها كتير قوي. فانت ممكن ترجع للدروس اللي فاتت كلها فيها قص، ما تقلقش. انا على العموم كمان اللي عايز يعرف انا هقص بايه، انا هقص باداة البين تول. فاشوفكم بعد القص. رجعنا تاني بعد القص. طبعا انتوا بالنسبه لكم هو فاتت في فهمته ثانيه، انا بالنسبه لي انا قاعد بقالي 10 دقايق تقريبا. تمام،
دايما في ناس كتير قوي بتسأل لما بتخلص قص وخلاص وتدوس كنترول جي عشان تاخد كوبي من القص، بتلاقي ان هي دي اللي طلعت بيه. طب ليه بيحصل كده؟ هو احيانا بيبقى بمزاج الفوتوشوب، احيانا بيحدد لك اللي بره واحيانا بيحدد لك اللي جوه. فانت لما تلاقيه يحدد لك اللي بره بس، دوس كنترول شيفت اي وهتلاقيه يحدد لك اللي جوه من غير قلق. هتلاقي اهو الموديل بقى عندك من غير اي حاجه. تمام، انا دلوقتي عايز اخفي الموديل خالص من الصوره عشان لو حبيت اعمل فوكس ما يعملش توهج. ايه موضوع التوهج؟ لو رحت دلوقتي ودوست بلور هتلاقي ان الموديل طالع له ضي من ورا كده من لون الجسم، ففوكس الكاميرا ما بيعملش حكايه الضي دي. بتحدد ازاي الموديل، بتدوس كنترول وتفضل واقف دايس على الكنترول كده، وهتلاقي مربع بيظهر لك فوق الموديل. دوس كده هتلاقي التحديد رجع، وهتيجي عند لاير الصوره بقى الكامله اللي فيها صوره الموديل بالجبل دوت. هتخش من سيلكت موديفاي وتختار اكسباند يعني ابعاد، فهخليها 11 زي ما هي او 10 عشان يبقى رقم مقفول يعني. هتلاقي ان التحديد او هتلاقي ان الفوتوشوب عمل ابعاد بالتحديد عن الموديل بقيمة 10 بكسل، يعني هو باعد عن الموديل بقيمة 10 بكسل. طب ده مفيد في ايه؟ اما هخش على edit اختار fill، بس مش هخليها بقى 50% رمادي، هخليها content aware. دوت بيملى الصورة، بيقوم باخفاء الحاجة اللي انت محددها. مش فاهم؟ هوريك دلوقتي. يعني لو عملت كده مبقاش فيه موديل واقف في الصورة اصلا. فالطريقة دي برضو للي عايز صور من غير بني ادمين يقدر يحدد الصورة ويعمل لها اخفاء بالطريقة دي. فانا دلوقتي لو رحت وعملت من جوزين بلور، عملت البلور كده، هلاقي ان بيس مفيش مشكلة خالص، ده مفيش موديل اصلا. تمام. فكرت دلوقتي في فكرة يعني جت في البال كده، فكرة الميرور. دايما احنا بنلاقي في البيكس ارت، الناس اللي بتستخدم البيكس ارت يعني، بنلاقي حاجة اسمها ميرور. ميرور هو اعكاس الجنب اليمين يبقى في الجنب الشمال، كأنك حطيت مراية في نص الصورة بالظبط. فاللي هتعمله دلوقتي ان انت هتطلع المسطرة اللي من الجنب دي عن طريق ان انت تدوس كنترول ار او كنترول قاف، وتسحب كده من المسطرة، تفضل دايس وساحب لحد ما تلاقي الصورة. هتلاقيها فجأة كده بتلزق، تعمل سناب في حتة كده، اعرف ان ده منتصف الصورة وعندها تسيب الماوس. هتلاقي اتعمل لك خط كده. التفاصيل اكتر باينه في الجنب الشمال، فانا هجيب اداه الريكتانجل تول واحدد الجنب ده لحد المسطره كده. احدد الجنب ده وادوس له كنترول جي عشان اخد له كوبي. طب وبعدين احطه في الناحيه اليمين. طب ايه ده مفيش ميرور اصلا، ايه اللي انت عملته ده؟ هدوس كنترول تي للصوره اللي النص اللي احنا خدنا منه كوبي ده، وتدوس كليك يمين وتختار فليب هوريزونتال ان هو يعكسها لك من اليمين للشمال. دي طريقة من طرق الشغل الجديد. طبعا اي حاجة هتبقى جديدة هتتشتم او هيتقال عليها كلام مش حلو، بس ما تنساش ان كل المشهور هو الجديد. فدي يعني الفكرة بتاعت النهاردة يعني. طب وبالنسبة للظل ده، ممكن الظل ده انت تعمله بنفسك او ممكن تستسهل وتاخد منه وتاخد اجزاء من الظل كده. هوريك بس استنى ما تستعجلش، طالما هي حاجة شبه بعضها يبقى افتي فيها، محدش هيقدر يمسك عليك زلة. تقدر ترجع باك كده، ما تقدرش تفرق ده عن ده، وبقى الجنب اليمين شبه الجنب الشمال بالملي. تمام. دلوقتي بقى جه وقت الافكتات وان احنا نعمل الوان للصورة. من قائمة الادجستمنت اللي هي الدايرة البيضة في اسود اللي تحت دي، تختار منها سيلكتيف كولر. اكتر الالوان اللي انت شايفها في الصورة هي الاحمر والاصفر، انا هسيب الاحمر بس، وهنزل عند اليلوز و اغير فيها شوية. انا عايزها تبقى مايلة للاحمرار سنة. تمام اوكي. اهي دي القيم -37 موجب 12 موجب 31. ننزل بيها عند الابيض على طول عشان نغير شوية في قيمة الابيض. الابيض لما بيجيبه ناحية الشمال بيبقى كأنه ابيض ناصع شوية، ومن ناحية اليمين يبقى ابيض مصفر، فانا هخليه ابيض الناصع ده، والناحية التانية بتخليه اما وردي شوية او اصفر، فانا هخليها من هنا اصفر. طبعا الحاجات دي بتتعرف بالممارسة يعني، مش بتتعرف مش بالحفظ، ما تتحفظش يعني. تمام. ممكن ننزل دلوقتي عند لون السما، ممكن نظهره اكتر، لكن ما بيبقاش منطقي قوي يعني ان السما لونها ازرق والارض صفرا، بيبقى كأنه جو شم النسيم شوية.
الاحمر ما بحبش بقى اغير فيه عشان بيقلب لون غريب كده شويه، فانا هسيبه زي ما هو. تعديلات طفيفه قوي. ممكن تنزل كمان عند البلاك تعمل فيها شويه اضافات بسيطه، اللي هو بيغير كل ما هو لونه اسود، بيخليه مايل الالوان عجيبه شويه. تمام. فوق ده كله هنخش من قائمه السلكتيف، قصدي من قائمه الادجستمنت، ونجيب منها كيرفز. اغلب الاشكال دلوقتي اللي في الصور وهي اللهم صل على النبي، البهتان، شكل البهتان اللي في الصور. فالبهتان ده بيتعمل من الكيرف، ينفع تعمله منها ان انت ترفع هنا نقطة وهنا نقطة، ترفع النقطة اللي تحت على الشمال، تفضل لازقها كده شوية في الشمال وترفعها لفوق وتغمق سن. عملت البهتان بتاعك. تمام. بس ممكن بس ترفع من هنا شوية عشان ما يبقاش الصورة غامقة قوي. منها عايز انزل للبلو من هنا، الار بي جي بي ديت تنفع تنزل منها البلو. عايز اعمل لها سنة اصفر في ازرق عن طريق كده، ان انت بترفع النقطة اللي تحت دي لفوق وبتنزل نقطة من المنتصف كده لتحت شوية عشان تعمل لون او ضي ازرق شوية. هتختار من هنا، هي دي قائمة الادجستمنت، برضو تقدر تجيبها من هنا او من هنا. لو مش عندك قائمة الادجستمنت من ويندوز او من ويندو يعني، تجيبها من هنا. هحط كلر لوك اب. كلر لوك اب بيبقى فيه حاجات كتير شكلها يليق للصور، بيبقى شكلها فظيع للريتاتش وكده. فالفوجي نايت بيبقى انسبهم. ممكن تغير المود بتاعه وتحطه تحت البهتان عشان نشوف هيبقى شكله عامل ازاي يعني. اوكي، ممكن نسيبه عشان بيضيف برضو حلو، بس نخلي الاوباسيتي بتاعته 50%. تمام. وتقدر تضيف واحدة تانية من كلر لوك اب دي، وتختار حاجة بقى عجيبة شوية. في هنا حاجة اسمها كودك، برضو اشكال الكودك بتدي شكل حلو. ده تمام. اخر واحد في كودك اصلا اللي هو ده، بس هتقلل الاوباسيتي بتاعته سنة وتخليها 25%. فوق ده كله هنضيف كيرف تانية عشان نغمق الدنيا ونفتحها شوية من هنا. اوكي كده تمام. ممكن تضيف برضو هيو ساتوريشن من دي عشان لو عندك لون وعايز تهديه شوية تقدر تهديه منها. انت كده خفيت الاصفر كله وكده زهيت الاصفر كله، فانا ههدي الاصفر سنة وهزهي الريد سنة بسيطة، يعني انا خليتها اساسا موجب 6. تمام. تحت الافكتات دي كلها تعمل نيو، وبفرشة سودا ناعمة الهاردنس بتاعتها 0%. الناس اللي بتسأل الفوتوشوب بتاعي ايه، الفوتوشوب بتاعي CC 2014، بس تخلي الاوباسيتي بتاعتك 100%. وهتحدد بالاسود حوالين الصورة كده. الحتة دي، وهتخلي المود بتاع الاسود ده اوفرلاي. ليه بقى كده؟ هقول لك يا سيدي. اما بتجيب اداة اما بتجيب الاستيكة بس الاول وتمسح في المناطق الهامة اللي عندك، هي اللي حوالين الموديل دي، بيبقى ضايف لشكل الصورة من بعيد شكله حلو وزاهي. تقدر تقلل الاوباسيتي بتاعته شويه. وانا بصراحه ضد تماما ان السماء يبقى لونها ازرق في الجو الصحراوي اللي احنا شغالين فيه ده، فانت تقدر تعكسها خالص، بدل ما هي كده تخليها ابيض واسود، ومن البلو تقدر تخليها كده، تقدر تغمق الدنيا سنه، يعني ضيف لمساتك العجيبه. وبرده في كلر قصدي في اللاير الاسود اللي احنا عاملين عليه الاطار الاسود ده، تقدر بخلفيه بيضة تيجي من اتجاه الشمس كده، او بلاش في اللاير ده اصلا، خليها في لاير جديد نورمال مش اوفرلاي ولا حاجه، وتيجي من فوق الصوره من فوق خالص، يعني تخلي الفرشه بره ولامسها التمن الاخير كده، وتضيف تاتشايت ابيض كده وتحطها تحت الافكتات عشان تكتسب نفس اللون.
مهم. تقدر توسعها كده شوية وتبعدها لفوق شوية. وبكده يبقى درس النهارده خلص. اتمنى يكون فعلا النتيجة عجبتكم. طبعا انتوا دلوقتي شايفين الصورة الاصلية ودي النتيجة، دي الاصل ودي النتيجة. اتمنى فعلا تكون عجبتكم وفكرة الميرور تاكل مع بعض الناس شوية. لو عجبك الدرس ممكن تدوس لايك تحت في الفيديو ببلاش على فكرة، وكمان ممكن تكتب كومنت تحت. وبجد شكرا للكومنتات الجميلة اللي قريتوها في الاول. كان معاكم يوسف محمد من قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.